اذا بتحبوا الكونتنت القديم تبعي على التيك توك لما كان اسمه لوبيا بزيت كتير رح تحبوا لهيدا الفيديو. سألتكن على الانستا شو بتحبوا تشوفوا فيديو مني مش فلوج. اعطيتكم اختيارين، اول واحد هو best and worst luxury جبتون هالسنه، تاني شي كان a handbag collection. هلا كتير منكم صوتوا الاثنين بس اكترية صوتوا لل best and worst. by the way الصوت يمكن يكون احسن بهيدا الفيديو من الفيديوهات اللي قبل لانه عم بستعمل هلا المايك، ما كان يعلق كان ستيل علقته قدامي فهي هون قدامي. هذا الفيديو رح يكون كل مشترياتي لهالسنه luxury. هلا باي ذا واي ما تنسون انا عمري 30 سنه، صار لي 10 سنين بشتغل، كمان مش كلهم هودي انا اشتريتهم، في منهم كانوا هدايا. اوكي لنبلش. اول السنه شو جبت؟ هذا جزءان، هذا من عند زاديغ اند فولتير، كان شفته بكاليفورنيا. انا وقتها انه مش مضطر عليه، مش بحاجه له، لا بس ضل ببالي، ضليت افكر فيه. هلا هن ما بيعملوا شيبينج على كندا فبعته على بيتي بامريكا عندن المحروس جاب لي اياه. لان الجزدين زاديغ كتير معروفين وبس كل العالم عندهم اياهم، بس هيدا الموديل بالتحديد لانه هيك اتس فيري يونيك، عليه هيك خرابيش كانه حدا ملون عليه. كان عندهم كذا موديل بس هيدا حبيته اكتر شي ليه لانه جاي كله ملون وعاملين من قدام ومن ورا ومن جوا فكله مرسوم عليه، ما في حدا بيشوفه ما بيسألني من وين، وخاصة الأولاد اللي بتطلع فيه إنه عن جد هالمرة لونت هيك على جزدانها. بس اتس سو نايس، ما بيساع منيح بس ما بنصحكم إنه تعبوه على الآخر لأنه بصير هيك يبقبع على جناب ما بيطلع حلو. أنا بحط فيه بس الأساس. اتس سو كيوت والجلد كتير ناعم. هيدا أول شي. تاني شغلة حلق من عند كارتيه، بس صندوق فاضي لأني لبستن شلحون كتير صغير فما بعرف إذا رح يبين. اوكي الحلق اسمه لاف سمول موديل، هذا كان هدية على الفالنتاين من المحروس عليه نقشة اللاف. ما في لكم قد ايه بيجننوا هود الحلق. اعطاني اياهم بشهر 2، هلا صرنا بشهر 1 السنة اللي بعدها. صار لي من لما جاب لي اياهم من 10 شهور ونص وانا لبستهم، بشلحهم بس لما بدي انضفهم ذاتس ات. حتى بسافر فيهم ما بخاف انه يوقعوا او شي لانه كتير ماكنين عليهم. هذا القفل من ورا رح اقرب على المايك لحتى تسمعوا للقفل، ما بعرف اذا سمعتوه بس بقفل. ومن ورا مني ايش بس من ورا بيجي فلات، فما بتضايق بالنوم، ما في شي عم بدق على عيني، تكون كتير ماكنين بجننوا عن جد. هودي تايمليس، قطعة بتضل لمدى الحياة. تالت شي جبته لهالسنة كمان جزدان، هيدا من ارماز. هذا جبته بالربيع اسمه البيكوتين 18، لون الجلد اسمه مكسر مع ذهبي. I love this bag. هلا هذا كان اول جزء الي من عند ارماز، اول مره بشتري من عنده جزدان. الشيء الوحيد انه ما فيه جيب ولا فيه سحاب، بيجيك جرن مفتوح. هذا الديزاين عاملينه على شكل هو الحصان لما يكون عم ياكل بحطوا له شيء بيشبه هيك. الموديل تبعه بعتبره كلاسيكي بس مميز بنفس الوقت. لا مش مميز لدرجة انه يمكن تبطل الموضة، بس مميز انف انه مش كل العالم عندهم اياه. احلى شي جلد سو هيك طري 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 وناعم. اول ما جبته كان شوي اقسى بس مع الوقت صار يرخى. I love it، يعني بعد كم سنة رح يكون كتير رخو. I'm so excited. هلا رقم 4 نص ما بعرف اذا هذا بيعتبر لكشري ولا لا، بس هن عوينة النظر من عند توم فورد. لما جيت بدي اجيب عوينة جديدة قلت انا هيطلع اجيب شي فن يكون غريب مش كل العالم عندهم اياه، انه ما يكون نفس الشيء مثل اللي كان عندي من قبل. فهذا انا قايته لانه جاي هيك اعرض، البلاستيكي اعرض، كله على بعضه اعرض. ما بعرف I love it. مش كل العالم رح يحبوه بس انا كتير حبيته. المشكلة الوحيدة انه شوي تقيل، فاذا بلبسه كذا ساعة ورا بعض بحس في هيك تقل على وجهي، عرفتوا كيف؟ وين صرنا بأي رقم؟ نسيته، طولوا بالكم نسيته. هودي ال كتير بقرف بدي اقدر شوز من تحت فعم جرب اني ما اقدرهم. بس هودي الباليرين من عند الايا. هلا هو تكنيكلي ما اشتريتهم هالسنه، اشتريتهم السنه الماضيه بس كان اخر الموسم وشفتهم قلت انا بجيبهم ولا ما بجيبهم، خلص بجيبهم. فلبستهم كل الشتويه وبلشت البسهم الصيفيه. والمنيح اللي عملت هيك لانه هالصيفيه ما رجعوا لهذا اللون. بعد في عندهم هذا الموديل بس ما في هذا اللون الاحمر الفاقع، صار في هذا الاحمر البوردو وفي احمر تاني بس حسيت هذا احلى لون. هي جايه جلد شموا كتير طيب، مبين عليه اصلا قد ايه من جوا مش هيبين لكم بس فيه ضبان. هيدا اول يوم لبسته ما كنت عارفه ان انا رح اظهر. قد ايه ظهرت؟ من الساعه 12 بعد الظهر الساعة يمكن 10 بالليل. كنت برات البيت 10 ساعات بين سواقة ومشي. أول مرة أنا بظهر هالقد وقت طويل بشوز جديد، إنه عادة إنه بلبسهم ساعة هون ساعة هون لحتى اجري تتعود عليهم، بس هيدا لبسته 10 ساعات و10 ساعات ما وجعلي اجري ولا نتفه ولا من ورا ولا من قدام ولا على جناب nothing. هيدا اريح باليرين بالعالم. حلو انه معلي لوجو I think بس من جوا
الزبون حيطلع من قلب صباطي ولا تحت صباطي، والسنة الجاية بدي اجيب منهم بعد لانه ما في مثلهم، ما في مثلهم. عم بحث صوتي لاني كتير عم بحكي. I think هلا وصلنا لاخر شيء اللي هن هدايا عيد ميلادي. فمثل قلت لكم عمري 30 سنة، فالعيد ميلادي 30 مش لكم اياهم بالسعودية بس لعيد ميلادي 30 جبت لحالي قطعة. أنا أهلي جابوا لي قطعة وخطيبي جاب لي قطعة. أنا اللي جبتها لحالي هو السنسيل فان كليف لونه أسود. It's so nice. It's so nice. يعني من لما جبته كتير بلبسه. هذا أنا جبته لحالي. أنا أهلي جابوا لي الحلا، أهلي وإخواتي مش بس أهلي لحالهم. هو إن الحلا لون هيك بكلي. هلا الشي اللي مش حلو فيهم هو انه صح مريحين لانه فيها لون هيدي البكلي، بس اللي مش حلو فيهم هو انه لا الحلقة دغري بكل سهولة تشوف فيكم تعملوا هيك رفلت. يا ريت لو كانت قاسية اكتر لحتى ما تعمل هيك. والمحروس خطيبي جاب لي اسوارة، هي بالعادة بتنزل لهون. هو بين كل وردة وردة فيه I think 9 وحدات، هلا صاروا 8 لانه بين كل وردة شالوا وحدة من هودي اللينكس، فهلا صارت تقعد هيك. ما بتضايق، منا مزعجة. It's perfect. لما كانت كبيرة ما كانت مريحة لأنه كانت تنزل كتير لهون لتحت. حتى هول الأربعة لينك بس كتير بيعملوا فرق. ده السات. هلا طول حياتي رح اتذكر هيدا هو الطقم اللي بيرمز لعيد ميلادي 30. اهم ناس واكتر ناس بحبهم بحياتي اللي هن اهلي واخواتي خطيبي وحالي. جبنا هول القطع لعيد ميلادي 30. بحس الواحد هول عيد ميلادات الكبار لازم هيك يدلع حاله شوي ويجيب شي مميز حتى دايما يتذكر هيدي اللحظة. انه انا كل مرة بلبس الاسوارة بتذكر انه هي عيد ميلادي 30 او الحلقة او السنسيل او اي شي. and that's it. بتقول كم قطعة كانوا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 قطع للسنة. not bad. وفي شي أنا كنت دايما أقوله على التيك توك اللي هو quality over quantity، إنه جيبوا الواحد كم قطعة مميزين حلوين كواليتي منيحة بتضاين كل العمر. يعني أنا هاي الأسوارة وهود الحلق هيدا جزدان حتى هول عوينات مثلا، حتى إذا بتغير درجة عيوني في أرجع غير الإزازات ويضلن هول عوينات. بحب أنا الأشياء تكون كواليتي منيحة. ان اوكي صح كان فيه يجيب انه بسعر هيدا جزدان كان فيه يجيب 65 من براند اقل، بس انا نقيت هيدا لانه هيدا الكواليتي احسن وهيدا رح يضاين اكتر، موديله كلاسيكي اكتر، ما رح تبطل الموضه. حتى اللون اللي انا اخدته هو لون البني غامق غامق، ما رح تروح الموضه تبعه. هذا بضل بالكولكشن طول العمر ان شاء الله. وهيك مع الوقت بيصير الواحد عنده a collection of things. يعني انا يعني في ناس يمكن بيفكروا ان انا فقت هيك نهار وكان عندي كل هالاشياء. نو انا صار لي 10 سنين مجمع فيهم هالاشياء قطع 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 لحتى صار عندي هيدا الكولكشن. هو كل شي جبته هالسنه. ان شاء الله يكون عجبكم. and yeah bye.